مريم بنت الفنان أحمد سعد اللي ما كملتش شهرين من عمرها مهددة بحدوث عاهة مستديمة ليها في رجلها تستمر معاها بقية عمرها. ايه القصة وايه الحكاية؟ القصة كشفت عنها رضوى الشربيني صديقة علياء البسيوني طليقة الفنان أحمد سعد، وقالت إن سبب الطلاق الأساسي كان بسبب حدوث حادثة لمريم اللي بعمر 40 يوم ووقعت من على شنطة العربية، حصل لها كسور في جسمها كلها، كسور خطيرة جدا. ده اللي خلى علياء عايزة أحمد يجي بسرعة من السعودية علشان خاطر يصفر بنتها اللي اتحطت في الجبس ويشوف ايه اللي ممكن يتعمل لبنتها بره من عمليات وغيره، ان هي خايفة ان بنتها يجيلها عرج او ان هي تفضل تزك العمر كله. دي حادثة بشعة تعرضت ليها قد يكون لها مضاعفات لا قدر الله لما تكبر مريم. كان رد أحمد سعد غريب ومفاجئ، ساب بنته نزل على الساحل يخرج يعمل حفلات، وطبعا ده خلى علياء في حالة شديدة ليها الحق تماما في غضبها، وتطاولت عليه بالكلام، اتنرفزت فقدت اعصابها، فقال لها خلاص انا هطلقك، وفي ساعتها طلقها. مريم لحد اللحظة دي مع والدتها، ولحد اللحظة دي أحمد سعد سايبها وشايف حفلاته لحد امبارح بالليل وفي أفراحه، والحياة لطيفة جدا معاه، ولحد اللحظة دي مصير مريم مش معروف. مريم ما سافرتش بره مصر، مفروض تتعرض على أطباء عشان يشوفوا وضعها ايه، لأن هي تعرضت لكسور خطيرة جدا. أحمد سعد يعني مش سائل في بنته، كل اللي قاله لا احنا خلاص كده هنخليها في الجبس. هل هو ده الأصح لبنتك ان انت تخليها في الجبس وانت عندك مقدرة ان انت تسفرها بره مصر وتشوف ايه علاجها وانت ما عملتش ده؟ هل دي الأبوة السليمة؟ تذكرت الحقيقة ريم البارودي في لقاء إعلامي ليها، قالت الحمد لله ان انا ما خلفتش من أحمد سعد، هو ما كانش أمين عليا فمش هيبقى أمين على أولاده. يعني صعب ان احنا نصدر احكام من بره، لكن دي الرواية اللي اتقالت على لسان صديقة علياء البسيوني وصديقة أحمد سعد في نفس الوقت، الإعلامية رضوى الشربيني. وبالرواية اللي اتقالت واللي ما ردش عليها أحمد سعد يخلينا كلنا نتعاطف مع مريم وأم مريم، وندعو لمريم بالشفاء، وان ربنا يخيب ظن مامة مريم، وان شاء الله ان هي تخف وتبقى زي الفل، والحادثة اللي حصلت لها ما تأثرش على حركة رجليها لما تكبر.